أصلا بما سبق، ولكن نحب نختار لنا شعار كده لهذه الليلة، ليلة أمس وصينا بأن نكون مع دعاء اللهم أعتق رقابنا من النار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الله عز وجل يتقبل دعاءنا جميعا وأعتق كل رقابنا من النار يا رب العالمين. إيه رأيكم نجعل هذه الليلة دعاء لأهل سوريا؟ طول ما أنت جالس كده وفي سجودك وأثناء الصلوات يكون لسانك مع أهل سوريا إن شاء الله، أن يفرج الله عز وجل كربهم. فاللهم فرج كرب أهل سوريا جميعا يا رب العالمين، وعجل لهم بالفرج من عندك يا أكرم الأكرمين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في موازين الحسنات يا رب العالمين. بالأمس كان في تمهيد مع المشروع مع موضوع العلم من خلال أول ما نزل من كتاب الله عز وجل هي سورة العلق أول 5 آيات، ووقفنا معها وقفة سريعة من خلال المبادئ نقول الخطوط العريضة والقواعد العامة اللي وضعتها الصورة لنظرة الإسلام لموضوع العلم والعلماء وأهمية هذه المسألة كمصير للبشرية كلها، للإنسانية كلها وليس للمسلمين فحسب. أسأل الله أن يحققها فينا يا رب العالمين. هنسير مع هذا الموضوع على خطين وبضدها تتبين الأشياء. لو ما فيش علم يكون حال البشرية شكله إيه، ولو فيه علم يكون حال البشرية شكله إيه. هذا الأسبوع هنعيش مع الضد من أول كلا إن الإنسان لا يطغى لو ما فيش علم، اللي هي قضية الجهل اللي القرآن الكريم أفرد لها 24 موضع في 17 سورة من سور القرآن الكريم. 24 موضع يتكلم عن خطورة الجهل على صاحبه وعلى البيت والأسرة وعلى المجتمع وعلى الكرة الأرضية كلها لو انتشر الجهل. وبداية من الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين هنبدأ مع محاور موضوع العلم وإزاي نحقق هذه الوظيفة أو الفريضة فينا جميعا إن شاء الله، وكل واحد بحسب مستواه سواء المادي أو مستواه اللغوي أو غيره. الليلة هنبدأ مع موضوع العلم. اللهم أكرم أهل سوريا يا رب العالمين، ما تنسوهاش وإحنا بنتكلم كده إن شاء الله. الليلة هنبدأ مع ضد العلم. إيه ضد العلم؟ الجهل. القرآن الكريم كما ذكرت ذكروا فيه 24 موضع في 17 سورة، في 9 سور مكية و8 سور مدنية. ذكروا على 3 مناحي. ذكر دور الجهل لو موجود في المجتمع، وإيه المخاطر والآثار اللي تتحقق عليه وإزاي نزيله. هنبدأ مع دور. أعاذنا الله وإياكم والناس جميعا من هذه الآفة يا رب العالمين. هذه الآفة أخطر من الكفر وأخطر من ال7 الموبقات وأخطر من كل أمراض الدنيا. كل مرض ممكن يعالج إلا هذا المرض. ليه؟ لأنه هو سبب الأمراض أصلا الذي يؤدي للكفر ويؤدي لل7 الموبقات، للزنا وللقتل وللفواحش هو هذا المرض. إن وجد في فرد أو في مجتمع أو في دولة أو كان هو الحاكم في الإنسانية والبشرية وكان هو العام في وسط الناس، لا بد أن كل الأمور تنقلب وكل الموازين تنقلب. هنسير مع الخطورة. الليلة هنعيش مع 4 آيات فقط من 24 موضع في نقاط سريعة طبعا مراعاة للوقت. 4 آيات ذكرت لنا 4 أدوار أو وظائف للجهل أعاذنا الله وإياكم منه يا رب العالمين. لو وجد يعمل إيه؟ رقم 1 لو وجد الجهل يعمل إيه؟ قال يصيب صاحبه ويصيب المجتمع اللي هو عايش فيه بمرض اسمه الكبر. الكبر ما يكون موازين الناس هو موازين الإيمان اللي كنا نتكلم عنها في رمضان الماضي، إنما يكون موازين الناس هي الأحساب والأنساب والأموال. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا الحديث مع مين؟ مع قوم سيدنا نوح لما أرادوا حتى يجلسوا مع سيدنا نوح أن يطرد من عنده، سموهم الأراذل أو الفقراء أو السفهاء، بينظرون للمؤمنين هكذا فقالوا اطرد هؤلاء وإحنا نجلس معك. إحنا ما نجلس مع هؤلاء.
قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم كانوا يقولون له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما طلبوا منه أن يطردهم لأن هم كبراء أغنياء أصحاب مناصب، كيف يجلسوا مع الفقراء؟ قالوا اطرد هؤلاء. قال وما أنا بطارد الذين آمنوا. عارفين سبب مطلبكم إن أنتم طلبتوا مني إن أطرد الذين آمنوا إيه؟ بل أنتم قوم ولكني أراكم قوما إيه؟ جهلهم بحقائق الأشياء وجهلهم السائد في وسطهم، العلم ليس له نصيب فيما بينهم، جعلهم يقيمون الناس بمقاييم أو بمقاييس المادة والدنيا والأحساب والأنساب. رقم واحد الكبر، المرض لما ينتشر، مرض الجهل لما ينتشر يعمل إيه؟ يصيب أصحابه بالكبر، أعاذنا الله وإياكم منه. اثنين، يصيب أصحابه بانتكاس الفطرة سواء المجتمع أو الفرد. إيه انتكاس الفطرة؟ ينقلب الشر خير والخير شر والعالي سافل والسافل عالي والصالح باطل والباطل صالح. تنقلب الموازين كلها والحلال حرام والحرام حلال. تجد الإنسان بكل تلقائية يتوجه إلى ما يضره ويفعله، مع أن الحيوانات أعزكم الله تأبى أن تفعل ما يفعله هو، بل ويستحسنه، يستحسن الشيء الضار اللي يضره، يستحسن الشيء اللي الحيوانات نفسها تأباه. الجهل يخلي الفطر تنتكس. شفتوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، عارف إمتى ينقلب الصواب خطأ والخطأ صواب، وينقلب الحق باطل والباطل حق، وتنقلب الموازين هذه رأسا على العقب إذا وجد الجهل، بل في أخص الأشياء اللي الحيوانات أعزكم الله تأبى أن تفعلها، كما حدث مع قوم لوط. أئنكم لتأتون، سؤال استنكار بيسألهم سيدنا لوط، أئنكم، وصل لهذه الدرجة، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. البشرية ممكن توصل لهذا الدرك السافل، ممكن تنحط لهذه الدرجة أن يتزوج الرجال الرجال والنساء النساء. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. جهل لما انتشر في قوم لوط ما أصبحوا يهتموا بالعلم ويهتموا بالجهل. إيه اللي حصل لهم؟ انتكست الفطر عندهم، الفطرة البسيطة اللي الحيوانات تدركها من أول نظرة كما يقولون. تنتكس الفطر لما الجهل ينتشر. ينتشر الكبر لما الجهل ينتشر الأخلاق السيئة واللسان البذيء مع الجهل. الجهل يجعل في صاحبه صاحب أخلاق سيئة ولسان بذيء وسيء، ويجعل في المجتمع اللي ينتشر فيه الجهل أخلاق سيئة ولسان بذيء. فتجد المصطلحات والكلمات التي تتردد بين الناس طوال النهار مصطلحات تجرح الآذان وتجرح المشاعر، مصطلحات تأبى على المؤمن. المؤمن ليس بالفاحش ولا البذيء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل فاحش بذيء، الجاهل ما عنده قيم يراعيها ولا عنده عقيدة يحافظ عليها ولا عنده ثوابت إنه يعني يحترمها. الجاهل يتخطى كل الخطوط حتى في الألفاظ والمصطلحات، تنتظر منه أن يتكلم بأي كلمات. هكذا الجهل يفعل بأصحابه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بسلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون لما يخاطبوا عباد الرحمن يقولون لهم سلاما ولا يخاطبوهم بمثل خطابهم. مقصود وإذا خاطبهم الجاهلون يعني تطاولوا بالألفاظ، كلموهم باللسان البذيء، كلموهم بالمصطلحات اللي تأباها الآذان المؤمنة. الجهل يجعل صاحبه يتخطى الحدود في الألفاظ، ما يكون عنده ضوابط فيها. الجهل يصيب صاحبه بالكبر، وكذلك المجتمع يصيب صاحبه بانتكاس الفطرة
وكذلك المجتمع. الجهل يصيب صاحبه بالألفاظ البذيئة، وكذلك المجتمع. أخيرا الجهل يؤدي بصاحبه لارتكاب أي جريمة، وكلما زاد جهله كلما كان أجرأ على ارتكاب الجريمة حتى مع أقرب الأقربين إليه. الجهل يجعل صاحبه لا يتحرج من أنه يرتكب أي مصيبة حتى لو مع أقرب الأقربين إليه. يقول لك قتل مش عارف أمه، ضرب أبوه، أهان أخته، مش عارف سرق عمه. الجهل يكسر كل الخطوط عند صاحبه، يجعله متجرئ على أي جريمة. يوم أن تجد مجتمع تنتشر فيه الجرائم مباشرة ضع عينك على اهتمامه بالتعليم، ستجده مجتمع لا يهتم بالتعليم. يوم أن تجد فرد أصيب بجرائم مباشرة انظر لمستواه التعليمي. من التعليم برضو علشان نضبط كلمة التعليم هو اللي هيتبين معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. ليس العلم علم الشهادات، انه صار دكتوراه ولا اخذ جائزه مش عارف ايه العالميه، لا لا لا. العلم بضوابط القران اللي ستاتي بعد ذلك ان شاء الله رب العالمين، واللي اشارت اليه سوره العرق بالامس. الجهل يعمل ايه في صاحبه؟ يجعله يتجرأ على المصائب والمشاكل والجرائم. قال هل علمتم، سيدنا يوسف بيكلم اخوته في سوره يوسف قبل ان يعرفوه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم إيه؟ جاهلون. عملوا إيه بيوسف وأخيه؟ إخوة عملوا إيه في إخوتهم؟ أخذوه ورموه في البئر وهو إيه؟ وهو طفل صغير، ورموه في البئر، وبعد كده اشتري وصار عبدا، وبعد كده دخل السجن واتغرب عن أبويه، وأبوه عمي بصره. شايف هذه الجرائم اللي فعلوها بسبب إذ أنتم إيه؟ إذ أنتم جاهلون. ملخصا مرض الجهل يصيب صاحبه والمجتمع بالكبر، يصيب صاحبه والمجتمع بانتكاس الفطرة فيصير مجتمع أشبه بالحيوانات أعزكم الله، يصيب صاحبه والمجتمع بالألفاظ البذيئة فيصير مجتمع كل اتهامات حتى في الأعراض، يصيب صاحبه والمجتمع بارتكاب الجرائم حتى مع أقرب الأقربين إليه. هذه بعض أو جزء من خطورة قضية الجهل كما حدثنا عنها القرآن الكريم، وبضدها تتبين الأشياء. يعني وحدثنا عن هذا عشان يقول لنا أهمية العلم إيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا فريضة العلم يا رب العالمين، واكتبنا عنده من المتعلمين وليس من الجاهلين، وأن يكرم أهل سوريا ويعجل بالفرج لهم بفضله ومنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ayer hablábamos del conocimiento y la importancia del conocimiento. Hoy, siguiendo con el mismo ciclo de charlas de la ciencia y el conocimiento en el Islam, Sheikh Muhammad Ali nos ha estado hablando de un tema relacionado con el de ayer, y es el peligro de la ignorancia en el Corán. El Corán cómo advierte de la ignorancia y cómo habla de algunos de sus efectos. Nos ha dicho que la ignorancia o los ignorantes han sido mencionados en el Corán 24 veces en 17 suras del Corán. 24 veces el Corán ha hablado de la ignorancia o los ignorantes y lo ha mencionado en 17 suras del Corán. Aquí nos ha puesto solo 4 ejemplos donde el Corán habla de los resultados o los efectos y las consecuencias negativas de la ignorancia sobre el individuo o sobre la sociedad. Nos ha comentado que la ignorancia en el Islam se considera como la enfermedad o el peligro o el pecado más grave que puede haber, más grave incluso que la incredulidad y más grave que los pecados mayores o los 7 pecados mayores, porque el origen de esos pecados y el origen de la incredulidad siempre es la ignorancia. El primer punto es relacionado con la historia del profeta Nuh, alayhi salam, cuando habla a su gente. La gente del profeta Nuh, alayhi salam, le dijo que tus seguidores son personas humildes y pobres y no te vamos a seguir porque estaríamos al mismo nivel que ellos. Es decir, eran orgullosos, no quisieron estar con esa gente pobre y humilde que seguía al profeta Nuh, alayhi salam.
Y él les dice, al final de esta conversación, una conversación con ellos, les dice: os veo gente ignorante. Es decir, la ignorancia lo que puede hacer es, uno de los resultados de la ignorancia es la soberbia y el orgullo. Las personas orgullosas y soberbias generalmente suelen ser personas ignorantes. Otro resultado y efecto de la ignorancia es cambiar o tergiversar o alterar el estado de fitra, el estado natural del ser humano. Confundir los valores. Lo bueno se convierte en malo, lo malo se convierte en bueno, lo justo en injusto, lo corrupto en aceptado. Y esto lo vemos en la historia del profeta Lut, alayhi salam, que ve en su gente llegar a un extremo de querer satisfacer sus necesidades sexuales con personas del mismo sexo, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y les dice: os veo personas ignorantes. Es decir, la ignorancia en este caso lo que hace es alterar y tergiversar los valores de una sociedad. Y el tercer punto es donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de los siervos del misericordioso, los creyentes. Y dice: los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y cuando los ignorantes les dirigen la palabra contestan paz. Es decir, los ignorantes hablan mal, tienen malos modales, no tienen buenas virtudes. Sin embargo, las personas de conocimiento, las personas sabias, contestan siempre con buenas palabras. Y por último, el otro ejemplo, uno de los efectos de la ignorancia es el crimen en una sociedad. Siempre que veamos en una sociedad altos niveles de crimen, el origen suele ser la ignorancia. Nos pone el ejemplo de la historia del profeta Yusuf, alayhi salam, que, como sabemos todos, sus hermanos le hicieron una trampa, lo echaron en un pozo y se convirtió luego, más adelante, cuando llegó a tener poder o llegó a ser un ministro, hablando con sus hijos, les dice: ¿por qué hicisteis aquello con vuestro hermano Yusuf? Porque sois gente ignorante. Es decir, la ignorancia les llevó a actuar con envidia y les llevó a cometer un grave crimen, incluso con su hermano, con las personas más cercanas. Aquí tenemos 4 efectos o consecuencias de la ignorancia en una sociedad o en una persona citados en el Corán: el orgullo, la alteración de los valores, los malos modales, las malas palabras y por último el crimen o en este caso la injusticia, ¿vale? Esto sería un poco el resumen de la palabra. علينا الله. كل ليلة سبت إن شاء الله رب العالمين يخصص أسئلة. كل ليلة نسأل سؤال، ويوم الجمعة ليلة السبت هيكون مخصص للأسئلة، ولكن بناء عليه إنه كل اللي هيجيب سؤال يجيب إجابته ثاني يوم إن شاء الله رب العالمين، أو يجيب ال7 على بعض في نهاية الأسبوع. سألنا بالأمس سؤال: مين يجيب أدوات التعليم اللي ذكرتها سورة العلق؟ واليوم سؤال ثاني: من هو مخترع الساعة؟ من هو اللي اخترع الساعة؟ ده سؤال اليوم اللي يجيب إن شاء الله الأسئلة في نهاية الأسبوع. يعني ما نجعل فقرة السؤال كل يوم، مجرد نسأل السؤال. بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم.